السلام عليكم أحلى متابعين. النهاردة هنعمل وصفة خاصة بالرضع من عمر 6 شهور فيما فوق. طبعا قبل ما أبدأ في الوصفة بتاعتي لازم أعرفكم فوائد الوصفة دي لطفلك أو رضيعك. طبعا الكوسة يا جماعة عنصر مهم جدا لأنها فيها فيتامين B6، ده بيساعد على تطوير دماغ الطفل. والجزر طبعا بيساعد على نمو خلايا شبكية العين، وبيحافظ على القرنية بتاع الطفل. وبالنسبة للفريك القمح ده طبعا أول حاجة يعني فرحانين بيها إنه هيعزز الشعور بالشبع لطفلك، وإحنا عايزينهم يشبعوا عشان يناموا. هنبتدي طبعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. حلة على النار فيها معلقتين زيت، ويفضل يكون زيت زيتون، مش متاح يبقى زيت ذرة. وانا يا جماعة بحب افضل اعمل وصفات الاطفال في الحلة الاستانلس. هنزل في الحلة بمعلقتين من اللحم المفروم، وممكن تستغني عنهم خالص. طبعا اللحمة غنية بالزنك وبالبروتين، وده بيساعد على بناء جسم طفلك وعضلاته بشكل عام. هقلب اللحمة ويا دوبك، انا مش هعصجها زي ما احنا بنعملها في الطبيعي بتاعنا، لا انا هخليها بس تاخد صدمة، تاخد اللون الابيض الفاتح، حاجة بسيطة كده عشان ما تشدش مع الطفل ويعرف ياكلها على حسب العمر بتاعه. بعد ما تاخد اللون بتاعنا هنزل عليها بالكوسة المبشورة. انا بس بطعم الخضار كله مع بعضيه، انا مش حابة اسلق كله وارمي كله على بعضيه فالطفل ما يستسخش الطعم. يعني نعمل لهم حاجة كده بضمير، مش عشان هم اطفال فنعمل وخلاص. برضه هتاخد تشويحة بسيطة الخضار، انا بس بشوحه ما بدلوش لون عشان ما يعملش مني. هنزل عليهم برضو بالجزر المبشور، وبرضو تشويحة بسيطة بس عشان ينزل لي المية بتاعتهم، واخد الفايدة كاملة من الفيتامينات الموجودة في الخضار اللي انا بستخدمه. الوصفات دي انا ما بعملهاش من دماغي يا جماعة الا الاطفال بالذات. ده انا بتابع دكاترة على اليوتيوب وبشوف منهم الوجبات وبعملها. هنزل عليهم بنص معلقة كمون، وهو ده المتاح للاطفال في العمر ده. ممنوع الملح، ممنوع اي بهارات تانية غير الكمون. احنا حتى لو حد فيهم مغص بنعمله، ممكن نقولك ايه، شوية كمون. وهضيف مية بتغلي على حد ما اللحمة تدخل في السوى. اللحوم يا جماعة عامة لازم تطهي طهي يعني جامد، علشان خاطر البكتيريا اللي فيها بتموت عند درجة غليان معينة. انا بقى هسيبه وهغطيه يفضل يغلي كده مع نفسه، وبعد كده ههدي النار عليه. هستخدم شياطة لان الاستانلس بيشيط، فانت لو ما عندكيش حطيه بقى على يعني اهدى عين عندك. ولو عندك حلة تيفال ممكن تعملي فيها. المهم انك تبعدي عن الالومنيوم بالنسبة للاطفال، لانهم برضو تكوينهم العقلي والجسماني يعني ممكن يتأثر باي سموم او اي حاجة، مش زينا احنا يا كبار. انا بقى هسيب الوصفة بتاعتي او وجبة الطفل، ودي يا جماعة مناسبة جدا للغداء لانها يعني متوازنة العناصر، بروتين والياف ونشويات هنحطها في اخر مرحلة. يعني انا هنا حطيت ال3 مكونات، باقي لي مكون واحد ليه وقت محدد هحطه فيه. كده خلاص بعد اللحمة شبه استوت والخضار نزل المية بتاعته واندمجت مع باقي المكونات التانية، هنزل بمعلقتين من فريكة القمح الأخضر. وده يا جماعة أفضل نوع فيه نوع الضحى، ولو عندك عطار واثقة فيه ومضمون ممكن تشتريها من عنده، يكون مفيهوش شوائب كتير، ونغسله ونستخدمه عادي في الوصفة. هغطي بقى الحلة واسيبهم لحد ما يستوي كله، وانتي ممكن تدوقيه وتشوفي استوى ولا لأ.
اهم حاجة بقى ملحوظات يا جماعة في اي وجبة للطفل، اي نوع خضار انا مستخدماه هنا في الوصفة المفروض ما بتدخلهمش كلهم مع بعض للطفل، لا انا بستخدم كل نوع خضار بجربه للطفل مسلوق لمدة 3 ايام عشان نطمن انه ما عندوش حساسية من نوع الخضار ده، سواء كان جزر او كوسة او بطاطس او اي حاجة. واول ما نطمن ان مفيش اعراض تحسس او حاجة نبتدي نجرب نوع خضار تاني، وبعد كده بقى عادي ممكن تدمجيهم معاه. الوصفة يا جماعة 6 شهور بعد انا ما بعمل الخطوات دي كلها يبقى اضربها في الخلاط واحطها في التلاجة في الرف اللي تحت الفريزر على طول، عشان خاطر اضمن انها ما تبوظش مني، لانه ده بيبقى يعني بيضمن تبريد افضل. واخد منها بمعلقة نظيفة على حسب الكمية المناسبة لمعدة طفلك، وانت اكيد جربتيها. دمتم انتم واطفالكم بخير، واشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.